كسبنا والحمد لله وكلنا فرحانين بالمكسب. بس تعالى اصدمكم واقول لكم ان احنا بنكسب بالبركه. احنا بنكسب بدعاء المصريين مش اكتر ولا اقل. ايه الاداء المقرف ده؟ ايه القرف ده؟ الاداء ده ممكن يوصلنا لنهايه البطوله. يبقى قابلني لو فضلنا بالاداء ده ولعبنا قصاد كوت ديفوار او بوركينا فاسو احنا هنخسر المباراه، مش هنقدر نجاريهم لان احنا ادائنا زي الزفت. احنا ادينا البنين اكتر من قيمتها، خلينا المنتخب البنيني يركب المباراه، خلينا ندي للمنتخب المصري اللعيبه نازله وخايفه يدخل فيها هدف فمش عارفه تلعب. نفسيه اللعيبه وحشه. والله زي ما بقول لك كده اللعيبه نازله ومديه قيمه للعيبه بتاعت بنين، خايفين يدخل فيهم هدف فما نقدرش نعوض فاحنا محافظين. انتوا متخيلين معايا احنا بنلعب قصاد المنتخب البنيني ب5 مدافعين، امال لو لعبنا بقى قصاد كوت ديفوار او بوركينا فاسو او السنغال هنلعب بال10 مدافعين يا جدعان. يا جدعان والله ما ينفع كده. احنا المنتخب المصري نقدر على اي منتخب، بس يكون عندنا ثقه في نفسنا ان احنا نقدر نعمل اي حاجه ونقدر ناخد البطوله كمان، بس ادائنا يتطور شويه. بصوا على الهجمات بتاعتنا، جبنا 3 اهداف والحمد لله. وبشكر مروان عطيه على اداء الرجول اللي عمله في مباراه النهارده، هو وياسر ابراهيم. ومحمد صلاح جاب هدف بس انا مش حاسه مع المنتخب المصري. ضيع هجمه بانفراد قبل كده في الماتش، وعمر مرموش ضيع انفراد. بس شوف بقى تصرف محمد صلاح في الهدف الثالث مختلف تماما عن تصرف مرموش في الهجمه بتاعته. يعني لو الهجمه دي كمان ضاعت قلت ان المحترفين بتوعنا هم اللي بيضيعونا، بس الحمد لله ان محمد صلاح سجل الهدف الثالث. لو فضلنا بالمستوى ده احب اقول لكم ان احنا مش هناخد البطوله، احب اقول لكم ان احنا هنطلع من المباراه اللي جايه لو لعبنا بنفس المستوى. فضلنا نخاف من المنافس بتاعنا مش هنعمل حاجه، ولو لعبنا مع منافس كبير وخوفنا منه والله العظيم ما هنكسبه. احنا اللي عملنا قيمه للمنتخب البنيني، احنا اللي خلينا المنتخب البنيني يدخل في المباراه ويتعادل معانا بسبب اخطاء مننا لان احنا خايفين نخسر. ما تخافوش تخسروا، وخلي عندكم ثقه في نفسكم ان البطوله دي مصريه، البطوله دي الثامنه في تاريخنا باذن الله. فخليكم رجاله وما تخافوش من حد، وخلي عندكم ثقه في نفسكم، وباذن الله ال3 دول لو اتحققوا في لعيبه المنتخب المصري وما خافوش من اي منتخب او ما خافوش من الهزيمه، احب اقول لكم ان احنا هنكسب مرتاحين والله، لان احنا عندنا لعيبه على اعلى مستوى. فان شاء الله نكسب المباراه اللي جايه ويكون ادائنا احسن من الاداء ده. بس كده، يلا سلام.